أهلا بكم متابعي قناة ملوك الزراعة. لاحظوا بعض الأوراق بدأت تظهر اللون الأصفر طبعا في شجرة الريحان. ما هو سبب اصفرار هذه الأوراق؟ طبعا توجد الكثير من الأسباب لاصفرار أوراق الريحان. أولها زيادة الري. يعتبر زيادة الري وأيضا قلة الري من الأسباب التي تجعل الأوراق أو اللون الأصفر يظهر في الأوراق. فضروري جدا التركيز على هذه النقطة ويكون الري بشكل معتدل. نعم أن الريحان يحب الماء كثيرا، ولكن بشكل معتدل. يعني إذا كانت النبتة عندك الشجرة في الشمس، يعني تصل الشمس إلى النبتة بشكل مباشر، فيكون نسبة الري أكثر من النبتة التي تكون في الظل. يعني يجب أن تكون أرضية التربة تكون مبللة، يعني لا تجف نهائيا، لا نترك التربة تكون جافة، ضروري أن تكون مبللة، لأن الريحان من النباتات التي تحب الماء. ولكن كما ذكرت لكم يكون الري بشكل معتدل. هذا طبعا من الأسباب. وأيضا من الأسباب هو قلة العناصر الموجودة في التربة. لاحظوا عندنا في هذه الحوض، لاحظوا الحوض، طبعا الحوض يعتبر صغير والعناصر التي تكون في التربة تقل تدريجيا، فيجب أن نهتم بهذه النقطة وأن نضع العناصر أو السماد المناسب لنبات الريحان حتى يكون أفضل. فمن أسباب اصفرار الأوراق أيضا هو نقص الحديد ونقص النيتروجين في التربة. فضروري جدا أن نتطرق إلى هذه النقطة وأن نضع هذا السماد كل شهر، يعني كل بداية شهر نضع كمية بسيطة للتربة، لأن التربة كما ذكرنا لكم في حوض وتربة قليلة، والعناصر تقل تدريجيا أو تنتهي نهائيا من التربة. وتكون هذه النباتات كما تلاحظون تحتاج إلى هذه العناصر بشكل كبير. لاحظوا مثلا عندنا هذه النبتة، مثلا هذه النبتة ما زالت أوراقها جيدة، ولكن نلاحظ هذه النبتة بدأت الأوراق تكون لونها أصفر، والسبب هو قلة العناصر مثلا في هذه المنطقة. يعني بعد فترة سوف نلاحظ أن هذه الأوراق هذه الشجرة الموجودة في جهة اليمين تبدأ تظهر، لاحظوا تبدأ تظهر اللون الأصفر، ولكن هذه الشجرة ظهرت لأن العناصر قلت على هذه الشجرة أكثر من هذه الشجرة. فضروري جدا أن نبدأ بتسميد الريحان. وأيضا من الأسباب التي تجعل الأوراق الريحان تكون صفراء هو وجود هذه الأزهار. طبعا هذه الأزهار تأخذ كمية كبيرة من الماء وكمية كبيرة من التغذية، فضروري جدا أن نتخلص بشكل مستمر من هذه الأزهار الموجودة التي تظهر، نتخلص منها نهائيا، نقوم بالتقليم. وطبعا أنا عندي هذه الأزهار أتركها، لن أقطفها حتى تظهر فيها البذور، بعدها سوف أقوم بقطفها. البذور هذه بذور الريحان التي نقوم بزراعتها، فأنا أتركها لن أقطفها حاليا، فقط سوف نقوم بالاهتمام أو التركيز على السماد. وإن شاء الله سوف نشرح لكم في مقطع قادم ما هو السماد المناسب الذي ممكن أن نضعه لشجرة الريحان. انتظرونا في المقاطع القادمة إن شاء الله، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. وإلى اللقاء في مقطع قادم إن شاء الله.